الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبنا طلاب الثانوية العامة وفيديو جديد مع محمد أمين. تعالى النهاردة هنتكلم في فيديو مهم جدا 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 بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، وهو اختيار المدرس المناسب. ازاي ان انا اختار المدرس بتاعي، وازاي ان انا اعرف ماشي مع المدرس الصح، وبناء على ايه اعرف ان المدرس ده مناسب معايا ولا لا. طيب، اول حاجة عايزك تبقى مركز انه الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. ومهمة في ايه؟ مهمة عشان في ناس للأسف بتكتشف انها كانت مع المدرس الخطأ بعد ما تمتحن المادة، وده شيء محزن وفي نفس الوقت شيء مضحك، انك انت تكون ماشي مع مدرس طول السنة الدراسية ومش عارف ان المدرس ده مناسب ليك ولا لا. لازم عشان تكون ماشي مع المدرس الصح في شوية مميزات لازم توافرها في المدرس ده. طيب، من اهم المميزات دي رقم واحد، ودي حاجة بديهية طبعا، انك تكون بتفهم من المدرس ده بنسبة 90 ل 100%. ما يجلش النسبة عن كده، لازم تكون المدرس ده بتفهم منه، دي حاجة بديهية. معنى الكلام ان انا مش هروح لمدرس مجرد ان هو بيقولوا عليه شاطر، انه بيقولوا عليه ان هو مثلا حوت في المادة دي او ديناصور، ايا كان المسميات اللي احنا بنسمعها الفترة دي. يبقى لازم اكون المدرس انا بفهم منه، مش زميلي اللي بيفهم منه. وده بيختلف من طالب للتاني، يعني انت تكون بتعامل المدرس ده انك انت اللي بتفهم منه، واوعى تسيب مدرس بتفهم منه مجرد ما قالوا لك في مدرس تاني اقوى منه، لانه دايرة المدرسين دي بتكون من اهم الاسباب اللي هي بتكون سبب فشل الطالب ان هو يوصل للمستوى او يحقق ان هو يقفل المادة الدراسية بتاعته. يبقى اول حاجة لازم اكون المدرس ده بفهم منه بنسبة 100%. تاني حاجة ان هو المدرس ده يكون بيراجع بطريقة مستمرة او دايما مهتم بالامتحانات والمراجعة. يبقى بعد ما اكون بفهم منه، تاني حاجة ان المدرس يكون بيراجع دايما بطريقة مستمرة، ويكون مهتم بالامتحانات. دايما بيخليني اراجع المادة اول باول، ما تاخدش مع المدرس اللي بيشرح فقط. تالت ميزة بتكون مهمة في المدرس انه هو يكون صبور. لازم المدرس يكون صبور على الطالب، انك انت اول ما تسأله سؤال كده يفضل ان هو يشرحه لك بكل صدر رحب، وانك انت تكون مستوعب، وفعلا هو يكون عنده الحب والشغف اللي يوصل لك المعلومة دي. رقم 4، اختار المدرس اللي انت بتحبه. يعني ايه بحبه يا مستر؟ يعني اكون انا متقبله، ما يكونش المدرس رخم وان انا عاصر على نفسي ليمونه وباخد عنده. ولكن لو المدرس متوفره فيه الثلاث شروط الاولانيه، انك انت بتفهم منه، ان هو بيعمل امتحانات مستمره، وكمان صبور، ما فيش داعي انك انت تسيب المدرس لاجل انك انت مسترخمه. انه مثلا في مدرس بيحب يتكلم عن نفسه كتير، طبعا ده يعني ما يقللش من المدرس في شيء، ولكن حاجه ايه ما تشغلكش او ما يخصكش. في طلبه مثلا بتتحجج ان هو يسيب المدرس، يقول لك اصله بيتكلم عن نفسه كتير، اصل المدرس ده بيطالب بفلوس الدرس. طب ما طبيعي ان هو يطالب بفلوسه، ومن الحج اصلا انك انت ما توصلوش لمرحله ان هو يطالب بفلوسه. هو بيطالب بحجه، مش بيطالب بحاجه مش من حقه خالص. لا، ده انت لازم تبقى فاهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. يعني ما ينفعش يكون مدرس بفهم منه ويكون متوفر فيه كل المميزات اللي احنا قلناها، واسيبه مجرد انه اقول عليه مادي او شخص ان هو الشخص ده بيتكلم عن نفسه كتير. طب ما لازم الشخص لو اتكلم عن نفسه ما يخسرنيش انا في حاجه او ما يضرنيش في حاجه، بس بشرط يكون يعني في المعقول. ما يسيبش مثلا حصه ساعه يقعد يتكلم عن نفسه فيها ساعه الا ربع، يشرح ربع ساعه، تمام؟ ده طبعا هيأثر عليك. خامس حاجة انه المدرس ما يكونش عصبي. المدرس لازم يكون صبور، ولازم يكون عنده صدر رحب انه هو يسمع الاسئلة كاملة. يبقى لازم المدرس في رقم 5 انه هو ما يكونش عصبي. رقم 6 والاخير عشان ما نطولش عليك في الفيديو، ما ترتبطش بمدرس ان هو مجرد ابن خالتك، او المدرس ده قريبك، او المدرس ده حد مهم رشحهولك، تمام؟ المدرس لازم يتوافر فيه اهمهم 3 شروط الاولانيه، وهي انك انت تكون بتفهم منه كويس، ان هو يكون بيعمل امتحانات ومراجعه مستمره. رقم 3، ان هو يكون صبور. دول من اهم المميزات اللي خلوك تعرف تختار المدرس. بالتوفيق شبابنا، بالتوفيق لبناتنا، يا رب اشوفكم في احسن الاماكن اللي تحبوها. معاكم مستر محمد امين، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.